ارفعي راسك مشان ما تدوخي. الله يهديك. ايه قومي ولا قومي حاجتك دلال، شو اول مرة بتحملين؟ قومي فزي. لك ليش هيك عملتي يا معوض؟ مو حرام عليكي بأدية اللي فيها. ما تكملي شغلك انت وياها، يلا لشوف. السلام عليكم. السلام يا استاذ، تفضلوا. أنا بالأساس كلفتني المحكمة لدافع عنك، مو لأتهمك يا أخت رجاء. المحكمة بتستند على إثباتات، على أدلة، على براهين. في عندك شاهد واحد بيقول إنك بريئة من التهمة؟ طمنيني شو صار معك؟ شو بده يصير؟ سين وجيم وحكي هيك على الفاضي، ما بعرف. بتعرفي ما حسيت انه هذا المحامي رح يكون من صفك، لانه المحكمة هي اللي معينت لك اياه. شو بعرفني؟ ومشان الاولاد، امتى رح يفرجوك اياهم؟ قالوا لي خلال التحقيق ما بصير شوف اولادي، ومن هون ليخلص التحقيق ممكن شوف اولادي. طب وبركي طول التحقيق، معقول تضلي كل هالوقت بدون ما تشوفيهم؟ ولك قلبي ناطف على اولادي يا رئيفه. قولي عزة مأمنة عليها عند اختي، بس عزيز تركته عند الشيخ محمود وهلا ما بعرف وين اراضي. طب انتي ما عندك بيت؟ مالك اهل؟ مالك خلان؟ مالي غير رب العالمين بعد اسمه. معقول مالك اهل؟ مالي حدا. ايه شو خلقانة من زعرورة؟ يا ريتني خلقانة من زعرورة، كانت اجت سألت علي. زعرورة؟ مو احسن ما يكون الواحد وحيد وحدة القبور؟ حسبنا الله ونعم الوكيل من هالقصة. طب احكي لي كيف انبليتي هالبلوة؟ هي حكاية طويلة يا رئيفة، طويلة كتير. رجاها احكي لي، فضفضي عن حالك، وان شاء الله بكون اختك، بركي بقدر ساعدك. يا ناري على المحبوب يا ناري جايلة في الجنب. لك الله يسعد احلى وحده بالميدان كلها. شرفي يا روح، شرفي شرفي يا نمورة حياتي كلها، لحتى غير لك نص نعل صرمايتك بجلد غزال. لك حني على السكافي الولان. شو الغزال مبوز؟ لازم شو شبه. حفيظة استني. نعم فوزي افندي، شو بتريد؟ لك يسعد ربك قديش بتطلع من تمك حلوة كلمة فوزي، حلوة يا بتنقط عسل وقطر يا قطر الندى. ليك فوزي، إذا ما رح تعجل لك شوي وتهز كتافك رح روح من بين إيديك. ها لك وحدي الله، لك حفيظة وحدي الله، وفهميني شو صاير بالدنيا. لك إن شاء الله موت وقتحورة وسمي لاري الدولة إذا مو شاريكي بيصة مصيب قلبي. هلا قيملي صمصومة قلبك وبدلي هالديباجة اللي صرعت راسي فيها. لك شبكي لك حفيظة، شو صار لي؟ شو صار لي؟ صار لي عم اسمع منك الحكي 4-5 سنين وبعدين معك. لك ولا قبلين حفيظة، بس طولي بالك، ببوس ايدك طولي بالك وروقي، إلا الله ما يفرجها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لأمتى بدي طول بالي؟ لعنس وضل ملحوشة بخلقة أمي بالبيت. لك اسمعوا الحكي، اسمعوا لك شو عم تحكي. قلت لك حفيظة، ولك مثلك لا بيعجز ولا بيصير كركم يا روح. فوزي قيمني من هالكلام والعلاك اللي مالك شاطر غير فيه. لك شبك حفيظة.
طولي بالك، لك يستر على عرضك، لك الله يرحم كل امواتك، طولي بالك شو صاير بالدنيا؟ يعني شو بدك مني؟ انهب واسرق مشان اجمع مصاري جوازتي؟ هلا بدك تفهمني انه كل شيء اللي خطبوا وتجوزوا سرقوا ونهبوا؟ لك لا مو هذا قصدي، بس انت لكن شو قصدك فهمني؟ لك انت رح تسبب لي الفالج بوعودك الكذابيه هي. لك شو هالشوفه هي لك حفيظه؟ ان شاء الله نطوا معطوا بنار جهنم عندك على الشوفه، ليش كندرتك مهتريه وسفلة قابع وفاتحه تمها يبعت لي هم على هالشوفه. لك انت ما دخلك كندرتي وما حدا عم يقول لك طلع على صرامي الناس. شا لو امتى طلع لكان؟ لك ليش اسمي سكافي؟ فعلا السكافي حافي والحايك عريان. يو وين راح اخوك لك امي؟ ما بعرف، بكون رح له شي مشوار هون ولا هون، لا ينشغل بالك. يو الله يصلحه ويهديه، لك شلون بيروح شلون؟ ورزق العالم والناس شلون؟ امي الدنيا عنا امان هون. بس الدنيا ما بتخلى لك امي، بركي شي ابن حلال فات على هالدكانه واخذ له شي شغله لاخوكي، شي صباط شي شالوخ، يوم اخوكي يتقتل مع الزباين لك امي، مال الناس موكل عليه بليس لك امي. طولي بالك يا مو. هذا انتو قال السكافي، والله اشرت الانوار، شو اجيتوا بكير عند خالتي؟ ايه يا عمو رجعنا على بكير شان نحضر لك الغداء. الله يخلينا اياك يا امي، الله خلينا هات ايدك ابوسها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك انت واختك يا ابني يا فوز. الله يسلمك، شلونك اختي؟ الحمد لله مستورة اخي. تفضلوا ارتاحوا، ليش واقفين؟ لك امي وين كنت تارك دكانتك وماشي؟ كنت عم بقضي حاجه. تاني مرة لك امي، لما بدك تروح لشي محل ابقى سكر دكانتك احسن، ما يجي له شي ابن حلال يسرق له شي شغله ويتخانق مع الزباين بعدين. تكرمي يا امو تكرمي، معك حق، المره الجايه بسكر الدكانه. بتسلم عليك خالتك وبتقلك هدول الكندرتين، وحده بدها تغيير سير وحده بدها تغيير نعل، بس هيك اخي. شو علي لك عراسي صرامي خالتي وجوز خالتي وولاد خالتي كله. انت اكبر قدر، حاشاك تقبرني حاشاك. لك كرمال عيونك انفوزي مستعد صلح صرامي الانس والجن وكل من عليها. الله يرضى عليك، لك الله يرضى عراسي. عليك انت واختك، ربي وقلبي يرضى عليك. الله يخلينا اياكي. ما بدي اوصيك يا امي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك انه تدير بالك على رزقك، على مالك، على دكانتك تقبرني. لا تهكلي يا امي، طولي بالك مشان صحتك، الله يوفقك. هذا هو فوزي، صاحب ظريف مفيد.